الساعة 12:40 الظهر. السما فوق مليانة ألوان ودخان من عروض الطيران، والأرض تحت بتستعد لاستقبال دم الرئيس. تعالوا نعيش ال60 ثانية اللي غيرت تاريخ مصر. العرض العسكري ماشي بانتظام، وفجأة عربية الكيا اللي بتجر المدفع 130 ملم واللي بيقودها خالد الإسلامبولي وقفت. السواق افتكر إن في عطل، بس خالد شد فرامل اليد بقوة ونزل. الرئيس السادات بشهامته المعهودة افتكر إن الملازم ده نازل عشان يديله التحية العسكرية بشكل مخصوص، أو إن في حاجة غلط حصلت، فقام واقف عشان يشوف في إيه. هنا حسين عباس القناص ما ضيعش ثانية، وهو لسه جوه العربية نشم بدقة جراح على رقبة السادات وأطلق أول رصاصة. الرصاصة الأولى سكنت في رقبة الرئيس. السادات وقع لورا وهو مذهول. الكلمة الوحيدة اللي طلعت منه كانت مش معقول، مش معقول. خالد ورجالته عبد الحميد وعطا نزلوا من العربية وهم بيصرخوا الله أكبر. خالد رمى أول قنبلة، بس من رحمة ربنا إنها ما انفجرتش، كانت هتحول المنصة كلها لركام. رمى التانية وانفجرت وعملت دخان كثيف. وهنا تيجي لحظة اقتحام المنصة. خالد وجماعته جريوا ناحية الكرسي اللي السادات وقع قدامه. في اللحظة دي الكل كان متجمد. مبارك وأبو غزالة كانوا بيحاولوا يفهموا إيه اللي بيحصل. خالد وصل لحد السادات وبدأ يضرب رصاص في الكرسي وفي جسم الرئيس وهو على الأرض. عبد الحميد عبد السلام رفع بندقيته بزاوية 20 درجة وفرغ خزنة كاملة في صدر وبطن السادات. كان عاوز يتأكد إن الطاغوت انتهى. خالد كان بيزعق في حسني مبارك وفي أبو غزالة وهو بيبعدهم بإيده. ابعد انت وهو، احنا مش عاوزينكم، احنا عاوزين الكافر ده. خالد في اللحظة دي ما كانش شايف غير ثأره الشخصي والديني. بعد ما المهمة خلصت تماما وبعد ما السادات بقى جثة هامدة، بدأ الرصاص يجي من الحرس. عبد الحميد عبد السلام انصاب بطلقتين في بطنه، وعطا انصاب، وخالد انصاب. لكن حسين عباس الجوكر قدر يهرب في وسط الهستيريا اللي حصلت. الناس كانت بتجري في كل حتة، الضيوف الأجانب بيستخبوا تحت الكراسي، وصوت الطيارات في السماء كان لسه بيغطي على جزء من صوت الرصاص، كأنها موسيقى تصويرية لفيلم رعب حقيقي. ال60 ثانية دي كشفت إن التدريب العسكري بتاع فرقة الاغتيال كان أعلى بكتير من رد فعل الحرس الجمهوري. حسين عباس قتل السادات من أول طلقة، والطلقات اللي بعد كده كانت تأكيد قتل. السادات مات في مكانه، وكل محاولات الإنقاذ اللي حصلت بعد كده كانت مجرد بروتوكول لامتصاص صدمة الشعب. أغرب حاجة في قصة اغتيال السادات مش إنهم قتلوه، الأغرب إن القناص اللي ضرب الطلقة الأولى القاتلة ساب السلاح وجري وسط الناس وركب ميكروباص وروح بيتهم ينام. تعال أحكي لك عن حسين عباس، الراجل اللي كان الشفرة اللي محدش عارف يحلها في الأيام الأولى. حسين عباس ما كانش مجرد عضو تنظيم، ده كان قناص محترف في الجيش. يوم العرض بعد ما فرغ خزنته في صدر السادات وشاف المنصة بتتحول لبركة دم والحرس بدأ يفوق ويضرب نار عشوائي، حسين ما عملش زي خالد وعبد الحميد ووقف يصرخ أنا قتلت الطاغوت. حسين عباس استغل عنصر المفاجأة التاني وهو الهستيريا. الناس كانت بتجري في كل حتة، دخان القنابل مغطي المكان، صراخ الضيوف الأجانب والوزراء وهم بيستخبوا تحت الكراسي، عمل فوضى خلاقة. حسين عباس قلع الجاكيت العسكري أو غير ملامحه بسرعة واندس وسط العساكر والناس اللي بتجري بره أرض العرض. تخيل المشهد، واحد لسه قاتل رئيس جمهورية من دقيقة ماشي في الشارع بكل برود، ركب مواصلات عامة ووصل بيته، قعد مع أهله، أكل ونام. الأجهزة الأمنية لما قبضت على خالد وعطا وعبد الحميد اللي كانوا مصابين ومقبوض عليهم في أرض المعركة، سألوهم مين الرابع؟ خالد وعبد الحميد من كتر ما شافوا ضرب النار اللي نازل عليهم افتكروا إن حسين عباس استشهد أو اتقتل في المعركة، فقالوا اسمه للمخابرات باعتبار إنه ميت. المخابرات الحربية قعدت يومين بتدور على جثة حسين عباس بين القتلى والمصابين، ما لقيتوش. هنا بدأت الشكوك، هو حسين عباس هرب؟ بدأت عملية مطاردة في كل شبر في مصر لحد ما جابوه بعد 3 أيام من العملية، وهو لسه مش مصدق إن الثغرة اللي هرب منها قفلت بالسرعة دي. هروب حسين عباس بيكشف لك إن منظومة تأمين المخارج في العرض العسكري كانت صفر. إزاي واحد يخرج من منطقة عسكرية محظورة في لحظة اغتيال رئيس ومحدش يوقفه أو يسأله أنت مين وطالع ليه؟ ده بيأكد إن الدولة في اللحظة دي كانت في حالة شلل كامل. بين المنصة ومستشفى المعادي العسكري في فجوة زمنية حصل فيها حاجات غريبة. جيهان السادات غيرت مسار الطيارة، والسادات كان لسه فيه نفس ولا جثة هامدة. لما الرصاص هدي شوية الحرس شال السادات وهو غرقان في دمه. جيهان السادات كانت في المنصة وشافت جوزها وهو بيتهز تحت رصاص خالد ورجالته. شالوه وحطوه في طيارة هليكوبتر كانت مجهزة للإخلاء الطبي.
هنا بقى في روايات تجنن. الكاتب عادل حمودة بيذكر تفصيلة في غاية الخطورة، وهي إن السيدة جيهان السادات في وسط الذهول ده طلبت من طيار الهليكوبتر إنه يعدي على البيت الأول قبل المستشفى. ليه؟ الرواية بتقول إنها كانت عاوزة تأمن أوراق معينة، أو إنها كانت أدركت إن السادات خلاص انتهى، فكانت بتفكر في تأمين الدولة أو تأمين العيلة قبل ما الخبر الرسمي يطلع. في الطيارة كان مع السادات دكاترة بيحاولوا يعملوا له إنعاش. السادات كان متخرم رصاص، الرئة كانت متدمرة، والقلب كان واقف فعلياً. بس مبارك وأبو غزالة اللي كانوا في حالة رعب من انقلاب عسكري محتمل أمروا إن مفيش حد يعلن الوفاة. وصل السادات مستشفى المعادي إكلينيكياً ميت، بس الدكاترة فضلوا شغالين عمليات سورية لساعات. ليه؟ عشان نائب الرئيس حسني مبارك يلحق يلم خيوط الدولة. كان خايف إن الطيارات اللي في السماء تكون جزء من المؤامرة وتضرب القصر الجمهوري. كان خايف إن الجيش يكون فيه خلايا نايمة تانية هتتحرك بمجرد سماع خبر الموت. الساعات اللي قضاها السادات في المستشفى وهو ميت رسمياً وحي إعلامياً كانت هي الساعات اللي اتكتب فيها دستور عصر مبارك. مبارك كان بيكلم المخابرات العامة والحربية: في انقلاب، الجيش معانا، الجماعات فين؟ لما اطمن إن الموضوع عملية إرهابية محدودة مش انقلاب شامل، سمح لصفوة الشريف إنه يطلع يعلن الخبر للعالم. السادات مات وهو بطل حرب، بس اللحظات الأخيرة في حياته كانت لعبة سياسة بامتياز. بينما كانت القاهرة بتغسل دم السادات من فوق المنصة، كانت أسيوط بتتحول لساحة حرب حقيقية. الجماعات الإسلامية ما كانش هدفها السادات بس، هدفها كان إسقاط الدولة وإعلان أسيوط أول إمارة إسلامية. بعد يومين بس من الاغتيال، وتحديداً صبيحة يوم عيد الأضحى والناس خارجة تصلي وتهلل، كانت فيه مؤامرة تانية بتنفجر في قلب الصعيد. عبود الزمر اللي خطط لعملية المنصة كان باعت أوامر لكرم زهدي وعصام عبد الماجد وناجح إبراهيم. السادات مات، الدولة وقعت، انقضوا على أسيوط. خطة ال5 دقائق. الإرهابيين اتحركوا في عربيات 504 وفيات 125، وقفوا قدام مديرية أمن أسيوط، ونزل 8 رجالة مسلحين بآلي. في دقايق فتحوا النار على العساكر الغلابة اللي واقفين تأمين صلاة العيد. الملازم أول أحمد وحيد حاول يسحب سلاحه، بس رصاص الغدر كان أسرع، مات على باب المديرية. دخلوا المبنى وقتلوا العميد رياض شكري مساعد مدير الأمن، وسرقوا ترسانة سلاح 30 بندقية ومدفعين رشاش. طلعوا فوق سطح المديرية وبدأوا يضربوا نار على أي حد لابس ميري في الشارع. الهدف ما كانش القتل بس، الهدف كان السيطرة عشان المحافظات التانية تتشجع وتعمل زيهم. احترافية الذئاب المنفردة. اللواء محمود عيد مدير أمن أسيوط وقتها قال جملة مرعبة: الناس دي كانت بتضرب نار من جوه عربيات ماشية بسرعة وبدقة خرافية. التحقيقات أثبتت إن كل فرد فيهم كان متدرب على استهلاك أكتر من 10,000 طلقة عشان يوصل للمستوى ده من القنص. وهنا فشل الانقلاب. الجماعات كانت فاكرة إن الشعب هيثور معاهم، لكن اللي حصل كان العكس. الأهالي استخبوا في بيوتهم، وقوات الأمن والشرطة استجمعت قوتها بسرعة وعملت مذبحة مضادة صفت فيها أغلب العناصر اللي هجمت المديرية. الانقلاب فشل، بس أسيوط فضلت سنين بعد كده بتدفع تمن بركة الدم اللي غرقت فيها صبحة يوم العيد. أحداث أسيوط بتكشف لنا إن خالد الإسلامبولي ما كانش شغال لوحده، هو كان المفتاح اللي هيفتح الباب للفوضى الشاملة. الجماعات كانت عاوزة تستولي على الحكم بقوة السلاح، وما كانش عندهم أي مانع إنهم يقتلوا 50 مليون مصري عشان اللي بيسموه كرسي الخلافة. لولا تماسك صغار الضباط والعساكر في أسيوط، كانت مصر دخلت في حرب أهلية ما خرجتش منها لحد النهاردة. خالد الإسلامبولي دخل القفص وهو بيضحك. ما كانش حاسس إنه مجرم، كان حاسس إنه بطل تاريخي. قاعة المحكمة اتحولت لمسرح، وخالد كان هو البطل اللي بيلقي خطابه الأخير. المحاكمة بدأت في نوفمبر 81 وسط حراسة أمنية مشددة ما شافتهاش مصر قبل كده. 24 متهم في القفص، على راسهم خالد وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل وعبود الزمر والشيخ عمر عبد الرحمن. تعال بقى نروح لمشهد شعر في زنزانة الشيطان. وكان أغرب حاجة حصلت هي إن خالد وزمايله بقوا يكتبوا شعر وهم محبوسين. خالد وقف قدام القاضي وألقى أبيات لأمه بيقول فيها: يا أمي خطابي أرسله من داخل سجن الشيطان، إن مت شجاعا سأخلد وسأسكن دار الرضوان. القاضي سأله بسخرية:
أنت بقيت شاعر كمان يا خالد؟ خالد رد بثبات مرعب: أنا بقيت بطل يا فندم. القاضي سأل خالد: ليه قتلته؟ خالد رد باللي حافظه: لأنه لم يحكم بما أنزل الله، وصالح اليهود وأهان العلماء. القاضي حاول يغلبه بالمنطق وقال له: بس السادات كان بيصلي وبيقول الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. خالد رد بجملة واحدة: كان منافقاً. المحامين بتوع المتهمين حاولوا يعملوا لعبة قانونية صايعة. استخدموا المادة 60 من قانون العقوبات اللي بتقول إن الفعل ما بيبقاش جريمة لو ارتكب بنية سليمة. قالوا إن خالد كان قصده يخلص البلد من الفساد، فنيته سليمة. طبعا الكلام ده قدام جثة رئيس دولة اتغدر بيه ما كانش ليه أي قيمة قانونية، بس كان وسيلة لتسييس القضية. ومن المواقف اللي مش هينساها التاريخ كلمة الشيخ الشعراوي. المحكمة طلبت رأي أهل الدين عشان ترد على ادعاءات الجماعات بتكفير السادات. مفتي الديار والشيخ الشعراوي كان ليهم رأي قاطع: لا يجوز تكفير من قال لا إله إلا الله، ومن كفر مسلما فقد كفر. الرأي ده كانت ضربة القضية لخالد، لأن الدين اللي كان فاكر إنه بيخدمه تبرأ من فعله ووصفه بالخيانة والغدر. محاكمة خالد الإسلامبولي ما كانتش محاكمة جنائية، دي كانت محاكمة أفكار. الدولة كانت بتحاول تثبت إنها مؤمنة، والجماعة كانت بتحاول تثبت إن الدولة كافرة. خالد في القفص ما كانش بيدافع عن حياته، كان بيدافع عن سمعته وسط التنظيم. كان عارف إن المشنقة مستنياه، فقرر إنه يمثل الدور للنهاية. يوم 15 أبريل 1982 الساعة كانت 5 الصبح. الجو برد والهدوء بيسود سجن الاستئناف والسجن الحربي. خالد الإسلامبولي ورجالته استعدوا لمقابلة المصير اللي اختاروه بإيديهم. بعد شهور من المحاكمات والجدل صدر الحكم النهائي: الإعدام شنقاً للمدنيين ورمياً بالرصاص للعسكريين. الكل كان باصص لحسني مبارك، يا ترى هيستخدم حقه في العفو ولا هيخاف من انتقام الجماعات؟ مبارك وبكل برود سياسي صدق على الحكم، كان عاوز يبعت رسالة: الدولة رجعت ومحدش فوق الحساب. في سجن الاستئناف عبد السلام فرج المهندس المحرض وعبد الحميد عبد السلام وعطا طايل وقفوا قدام حبل المشنقة. الروايات بتقول إن عبد السلام فرج كان في حالة ذهول، ما كانش متخيل إن الخطة هتوصله لهنا بالسرعة دي. أما عبد الحميد وعطا ففضلوا يرددوا شعاراتهم لحد ما طبلية المشنقة فتحت وأنهت الحكاية. وفي الجبل الأحمر في ميدان ضرب النار كان خالد الإسلامبولي وحسين عباس القناص، فبما إنهم عساكر كان لازم يتعدموا رمياً بالرصاص. الساعة 6 صباحاً وصلوا لميدان ضرب النار في الجبل الأحمر، والمفارقة إن المكان ده كان على مرمى البصر من المنصة اللي قتلوا فيها السادات ومن القبر اللي السادات مدفون فيه. خالد كان واقف في عينيه متغطية بقماش أسود، إيديه مربوطة ورا ظهره. ضابط فرقة الإعدام سأله: نفسك في حاجة؟ خالد رد بثبات: نفسي مصر تطبق شرع الله. الضابط رفع إيده، العساكر نشنوا على القلب وطلعت الصيحة: نار. في اللحظة اللي الرصاص فيها اخترق جسم خالد الإسلامبولي اتقفلت صفحة من أغرب صفحات تاريخ مصر. خالد مات وهو فاكر إنه شهيد، بس الحقيقة إن جثته اتدفنت في مقابر الصدقة بالبساتين تحت حراسة مشددة، ومحدش عارف مكان قبره لسنين طويلة عشان ما يتحولش لمزار للجماعات. الدولة قررت تمحي أثره زي ما هو حاول يمحي أثر السادات. في النهاية يا صديقي، التاريخ ما بيعرفش العواطف، التاريخ بيعرف النتائج. وبعد ما الدخان هدي والدم نشف فضل السؤال الأهم: مين اللي كسب في الآخر؟ لو بصينا للمشهد من بعيد هنلاقي إن خالد الإسلامبولي ورجالته نجحوا في المهمة الفنية، قتلوا السادات فعلا، بس فشلوا في المهمة الاستراتيجية. مصر ما وقعتش والدولة ما انهارتش، والانقلاب الإسلامي اللي كانوا بيحلموا بيه في أسيوط اتحول لكابوس انتهى بيهم في السجون والمشانق. عشان كده السادات كان وما زال المنتصر دائما. السادات مات وهو بطل، مات وهو رئيس جمهورية، اسمه لسه بيتردد في كل كتب التاريخ في العالم كأول حاكم عربي يكسر حاجز الخوف ويصنع السلام. السادات مدفون في النصب التذكاري، وكل سنة الجيش المصري بيضرب له تعظيم سلام في نفس المكان اللي اتقتل فيه. السادات خسر حياته بس كسب خلود اسمه. وخالد هيفضل القاتل المنسي.
خالد الإسلامبولي بالرغم من إن في ناس لسه بتشوفه بطل، إلا إن الغالبية العظمى من الشعب المصري وشعوب العالم بتشوفه خاين للأمانة. خان بدلته العسكرية وغدر بقائده في يوم فرحه بالنصر. خالد ما أضافش للتاريخ غير بقعة دم، وانتهى كأداة في إيد تنظيم إرهابي باعه في أول جلسة تحقيق. حكاية المنصة بتعلمنا إن الغدر ما بيبنيش أوطان، وإن الرصاصة ممكن تقتل شخص، بس الفكرة اللي السادات زرعها، فكرة الدولة والمؤسسات والسلام، كانت أقوى من خزن الرصاص بتاعة خالد ورجالته. السادات مات واقف، وخالد مات مربوط، والفرق بينهم هو الفرق بين الزعيم والقاتل. يا ترى يا عائلة كريبتون، لو السادات كان كمل حكمه، تفتكروا شكل مصر النهاردة كان هيبقى إزاي؟ وهل فعلا الخيانة كانت من روى الحرس، ولا خالد كان محظوظ زيادة عن اللزوم؟ وأولا وأخيرا، سلاما لعلم بلدنا مصر تاريخا وشعبا. مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو وتفاصيل القصة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل قصصنا الجاية. أشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.